سلام حبابي، تنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع القصه ديال اليوم. تقول صاحبه القصه: انا سميتي صباح. غنعاود لكم القصه ديالي مني يلاه تزاديت. شغنقول لكم؟ الاب ديالي كان تيمشي لكندا، والام ديالي حتى هي كانت كتمشي، ولكن مني حملات بيا بابا جابها وحطها هنايا في المغرب، خلاها مع دارهم ومشى رجع لكندا. مني رجع بقات هي حامله بيا في الدار وتتسنى انه يرجع زعما باش انها تمشي معاه ودار الوراق ديالو مع ديالها معاه. بقات تتسنى فيه زعما تقول دابا يرجع ومخليها في دارهم. شويه قطع عليها الهضره، لا هي لا دارهم ما بقات يدوي مع حتى شي واحد، وتا واحد ما بقى عرفوا لا فين مشى ولا اشنو تيدير ولا علاش خلاهم في المغرب وزاد هو. تا شي واحد ما فهمت شي حاجه. بقات ماما تا ولداتني وبقات معايا تا درت 6 شهور، وديك الساعه بقات تتسنى في بابا انه يرجع، ما رجعش. والديها قالوا ليها صافي خلي ليهم بنتهم ورجعي للدار. فعلا داكشي اللي دارت، خلاتني عندهم ومشات رجعات. رباتني مرات عمي وعمي، هما يلي رباوني، كنت نحسبهم بحال بابا وماما، وكانوا والدين واحد. البنت اللي كانت كبر مني هذيك كنت نحسبها هي اختي. بقيت عايشه معاهم تما في هذيك الدار. واش غنقول لكم؟ في دار جدي كان لاباس عليهم، كما تنقولوا الخير موجود، كل بيديك وبرجليك. كانوا مهلين فيا وعشت مزيان الحمد لله من الناحيه الماديه. غير الناحيه المعنويه ديما تتبقى ناقصاك وتقولي تنقول زعما امي زادت وخلاتني. باتا هو سمح فيا لا انا لامي، امي حتى هي مشات. وفهمتوا الواحد تيبقى يقول الا كانوا والديا كنت غنكون احسن من بحال هكا، غتكون حياتي احسن. ديما تبقى تحسي بهذاك النقص، ماشي بحال الا كنتي عايشه مع والديك واخا تاكلي معاهم غير الخبز والماء تيجيك هذاك الشيء بنين والحياه زوينه معاهم. ماشي بحال عايشه مع جدك وما عارفه لا امك كي دايره لا بوك كي داير، تشوفي غير التصاور ديالهم. بقيت على هاد الحال هذا وكنت تنقرا مزيان الحمد لله. كنت تنقرا وكانت هذيك بنت عمي شنقول لكم كانت قريبه مني بزاف، عكس عمتي اللي كانت مزوجه والدتها هي بنت تقريبا قدنا في العمر وكانت ساكنه حدانا، ولكن ما كانت تتحملني لا عمتي لا بنتها لا والو. كانت العلاقه ديالنا معاهم مكهربه بزاف. عمتي كان عاطيها جدي بلاد كما قلت لكم، هو راه لاباس عليه، عاطيها بلاد وجات هي وبنات حداه تماك وبقات حدانا تضل معنا كاع النهار في الدار، كل مره غاديه جايه غاديه جايه. وجدي كنت عزيزه عليه لا انا لا بنت عمي، حيت صراحه كنا ما تنجيبو صداع ما تنجيبو شوها وداخلين سقروسنا، عكس بنت عمتي اللي كانت تطير من المقله، ما مخليه تا واحد ما تصاحبت معاه، ما مخليه تا واحد ما خرجت معاه، ديما دايره الصداع ودايره المشاكل. وكانت دارت واحد المشكله اللي هي كبيره بزاف. كانت تهضر مع واحد في التليفون ورسلات ليه تصاور ديالها وصوراتني انا وبنت عمي ورسلت لي التصاور ديالنا، وهو ناض وبدات يوري فيهم للدراري وتسمعات الهضره. مني سمعت الهضره مشات لي بنت عمي وعيراتو وقالت لي حيد التصاور وما بغاش يمسحهم وقلعت لي التليفون وهرساتو. هاد بنت عمي هادي كانت الشخصيه ديالها قويه، ورجعت للدار ومشات جالسه لباها وقالت لي راه فلانه ها دارت وها دارت وراه صوراتني انا وصباح وراه رسلات لهداك الدري التصاور، وانا مشيت عنده قلت لي باش يمسحهم وهو ما بغاش يمسحهم. وعمي تا هو ماشي من العاكسين، هز راسو ومشى عنده وزيرو وقال لي مسح التصاور ولقى فعلا صايب التليفون وهز هذيك الكارت ميموار وخدمها وباقي عنده التصاور ومسح التصاور. وقال لي نهار اللي نشوفك باقي خازنهم ولا بغيتي توريهم لشي واحد ولا تدور بساحتهم غادي ندمك وروحك تكون سبتها على ايدي انا. ورجع للدار وقال لنا بلا راه صافي تحل هذاك المشكل وقالها حتى لجدي. وهذا السبب هذا زاد خلى ان جدي ما يبقاش يحمل لا عمتي لا بنتها لا حتى شي حاجه، وكان تيعاملها هو قبل بمعامله خايبه، وهذا الموضوع عام زاد كفس القضيه. وعمتي كانت تتغير منا بزاف لواحد الدرجه اللي هي كبيره. واحد المره في الصيف كنت جالسه انا وبنت عمي شادين التليفونات، ترسل لي واحد الولد ميساج في التليفون في فيسبوك ورسل لي انفيتاسيون وانا نقولها ليها وهي تقول لي دخلي شوفي الفيسبوك ديالو واش نعرفوه.
دخلت شفت الفيسبوك ديالو ما عرفناهش، ولكن الدري كان كما تنقولوا بوغوس ديال بصح. ايوا قالت لي جاوبيه نشدو معاه هاد الليله هادي. جاوبتو بقيت تنهضر معاه. من بعد ما دازت ديك الليله بقيت انا تندوي معاه ديما في التليفون، عطيتو النمره ديال الواتساب، بقات العلاقه ديالنا غاديه وتطور، ولينا ديما تنهضروا. وصلت انا للباك وخا كنت تنقرا مزيان وما عرفتش كيفاش طرا ليا ما نجحتش وما جيتش في الباك ما جبتوش. ديك الساعه نقول لكم تاثرت بزاف وبقى فيا الحال، وحبست لا خروج لا ماكله لا حتى شي حاجه، وليت غير ساده عليا في البيت وتنبكي. وفي هاد الوقيته هذاك الولد اللي كنت ندوي معاه في فيسبوك قطع معايا الهضره بدون سبب بدون سابق انذار، غير حبس الهضره وما بقاش تيدوي معايا. انا في ديك الوقيته بسبب هذيك الديبرسيون وداك الاكتئاب اللي دخلت ليه ما بقيتش مسوقه ليه، ما تنديها فيه لا هضر لا ما هضرش، نشوف غير فداك الباك اللي كيفاش جرى ليا انا حتى ما نجحتش فيه، ما بغاتش تصرت ليا. صافي ديك الساعه انا كنت مقرره انني غنحبس القرايه وما نبقاش نزيد نقرا، ولكن مرات عمي ما خلاتنيش، قالت لي لا والو غادي ترجعي لقرايتك وغادي ترجعي تقراي، ما يمكنش انك تبقاي بلا قرايه. عاودي الباك ما جابش لك هاد الله هاد العام، يمكن ربي كان باغيك تجيبيه بنقطه اللي تكون مزيانه بزاف تدخلك المدارس اللي يكونوا مزيانين، ضروري ما ترجعي بنتي تقراي. ما بغيتش نخسر لها خاطرها حيت هي الصراحه رباتني احسن تربيه وكانت في بلاصه ماما نيت بمعنى الكلمه، وما بغيتش نخسر لها خاطرها ودرت لها خاطرها. وفعلا رجعت تنقرا. من بعد عاود رسل لي هذاك الولد اللي كنت ندوي معاه، دويت معاه وما سولتو لا علاش قطعتي الهضره لا والو، دويت معاه عادي. هو بقى تيقول لي كانت الوالده مريضه وكنت انايا مجلي مع الطبيب وراكي عارفه وما كاينش اللي غادي يهز امي، بقى تيعطيني في اعذار اللي هي خاويه. المهم انا ما تسوقتش ليه. من بعد بدات ترجع العلاقه ديالي معاه مزيان شويه بشويه. واحد النهار ولا نقول ليه شوف الا كنتي ناوي المعقول غادي تجي عندي لدارنا تخطبني، انا راه ما عندي من ندير بهاد الجرجير هذا الخاوي، شحال من عام هذا وحنا تنهضروا، بغيتيني نجي لدارنا صافي. فعلا هو يجي قال لي واخا، جاب مو وجا عندنا للدار خطبني، جاب لي الخاتم من بعد ما وافق جدي وعمي، جاب لي الخاتم ديال الخطوبه وجاب لي حوايج ديال الخطوبه، درنا الخطوبه اللي هي صغيره وداز كل شيء مزيان الحمد لله. وكنا تنتسناو تنشد انا الباك عاد باش نديرو العرس. مني انا دوزت الوطني هضر معايا قال لي شوفي ديك الساعه كانوا باقي ما بانوش النتائج ديال الباك، قال لي شوفي غادي نجي نهزك باش نمشيو نشريو الخاتم ديال الزواج. قلت لي واخا. واحد نص ساعه بحال هكا كان عندي في الدار، دق عليا حليت عليه دخلته جلست في الصالون وقلت لي تسناني هنايا انا غادي نمشي نبدل حوايجي. مشيت طلعت بدلت حوايجي هبط تلقاه هو يهضر مع شي واحد في الصالون. بقيت تنتصنت تنسمع فيه تيقول ليها انا راه والله حتى تنبغيك تيايا وغير دابا حصلت معاها وانا غادي نشوف شي سبب باش غادي نصدرها، وانا راه باغيك تي وتنحماق عليك تي وغادي نتزوج بك تي وما عندي ما ندير بها هي. وانا دخلت تنصدم تلقى بنت عمي هي اللي جالسه، بنت عمتي عفوا اسمحوا لي، بنت عمتي هذيك مسمومه اللفعه هي اللي جالسه معاه. ايوا دارت بيا الدنيا. قلت لي هي اللفعه مصتي ما يدار بقى لك غير هو توا درتي به، ما خليتيني فرحتي تصاوري مشيتي شوهتي راسك وشوهتينا معاك وما تتخلي حتى شي واحد في افتقار العائله وليتي تدخلي ليها دروكا بقى لك غير هذا تا هو تقاداو رجال من الدنيا. ولاني راه لتي لا هو تا واحد فيكم ما يسوى ما يصلح. هي غير سمعتني بديت تنغوت وهي تنوض خرجت هربات لي يسمعني جدي ولا شي حاجه وتكحال عليها، خرجت هربات للدار دخلت لبيتها وسدات عليها. وانا نجري على هذاك الكلب تا هو قلت لي يلا زيد وريني صفايح رجليك عمرني ما نشوفك باقي تدور هنايا. لحت لي هذاك الخاتم اللي كان جايب لي ديال الخطوبه قلت لي يلا زيد في حالك حسب الدروش. ايوا انا نمشي عيطت على بنت عمي قلت لها اجي تشوفي راه هطره وهي تقول لي يلا دابا غادي نمشيو عندها. خرجنا مشينا عندها للدار، حلينا راجل عمتي. بنت عمي غاديه وتتعاير وتتسب، قال لي واش ما رباوكش والديك؟ قالت ليه تهضر على التربيه بغيتي تدوي على التربيه سر ربي غير بنتك اللي ماشيه اش دارت واش دارت. المهم راجل عمتي ما طيقش هذاك الشيء تيقولها واش بصح هاد الهضره هذه اللي تتقولي. دخلات هي ما جاوباتو ما حتى شي حاجه، داخله غير تتعاير، خصوصا ان هي كانت مشارجيه عليها بسبب هذوك التصاور وهذاك الشيء اللي عاودت لكم، كانت باغيه غير السبه.
مشات تتخبط عليها في الباب، تدق عليها. خرجات هي يلاه بغات تدوي، جراتها من شعرها، نتفاتها، بردات فيها الخديد معايا. اصلا كانت محلفه عليها تتسنى غير السبه تجيها باش انها تبرد فيها كاع داك الشيء اللي دارت فينا، وكاع داك الشيء اللي تدير، وهداك السم ديالها. عقبات جات تبعاتنا مرات عمي تا هي، عمتي تا هي خرجات. مهم عقبو كالما وداك الشيء فرقوهم، وقال لك صافي هذا الموضوع هذا طويوه بلا ما تجبدوه قدام جدي ولا شي حاجه، غادي غير تمرضوه وتزيدوا تعصبوه، وخليو هذا الموضوع هذا هنا صافي بلا ما تزيدوا تعقدوا الامور كثر. صافي تا انا سكت، قلت صافي ما سوقيش فيه هذاك، صافي راه والله ما نعرفو دابا ولا من بعد. وهي راني كنت عارفه اصلا كيفاش دايره، ماشي تصدمت فيها ولا شي حاجه. مشيت عند جدي قلت لي شوف جدي راه مكتابش وما ما كاينش نصيب بيناتنا. صافي هو مشى، الله يسهل عليه، وانا الله يجيب لي شي واحد اللي يكون احسن منه. جدي ما دا ما جاب، قال لي صافي بنتي داكشي اللي بغيتي ديري، انا ما نبزز عليك والو، تي اللي غادي تزوجي، بغيتي توكلي على الله، ما بغيتيه راك بنتي تتشوفي على عينك. اصلا انا الدار كلها كانت دايره ليا الخاطر. ايوا صافي بقيت نتسنى، تبانوا النتائج ديال الباك والحمد لله نجحت وجدت نقطه اللي هي زوينه. تيجيني واحد الميساج في التليفون فيه مبروك عليك بنتي النجاح ديال الباك، انا راني ميمتك. باش نقول لكم تصدمت، والنمره كانت ديال كندا. ديك الساعه صونيت فيها، لقيتها نيت بالفعل ماما. هضرات معايا وقالت لي بنتي سمحي لي، وانا بقيت تنبكي، وقالت لي راني غادي نجي وغادي نجي لعندك للدار تما، وغادي نشرح لك كل شيء. فعلا ما دازش سيمانه جات عندنا للدار، وقالت لي شوفي بنتي راه من بعد انا راه مشات القنصليه وقدرات انها تطلع الوراق ديالها، اداهم ليها بابا، قدرات انها تطلع اوراقها، وعاودت مشات وقالت لي وراني خدمت تما وبنيت حياتي وهذاك الشيء، وكنت انني باغا ندوي معاك ولكن ما لقيتش النمره ديالك. وقالت لي بلا بابا بلا راه كانت يعرف شي وحده ورجع لعندها لتما لكندا، هادشي عرفاتو هي من بعد ما رجعات وبنات حياتها تماك. قالت لي راه كان مع وحده وهذه 3 سنين باش انه ماتي. واش نقول لكم بقى في الحال على وديته بزاف. كنت نتمنى انه واحد النهار يرجع يشوف والديه ويشوفني تا انا، ولكن ما كتبش، هادشي اللي قسم الله. وماما صايبات ليا وراقي وداتني معاها لتما لكندا، وانا دابا راه كاينه هنايا ومكمله قرايتي الحمد لله. وبنت عمي باقا معاها في تواصل، لا هي لا مرات عمي لا عمي لا جدي. وكانت هذه هي القصه ديالي، ونتمنى انكم تكونوا خديتوا منها شي عبره.